السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معايا متر قماش واحد، هعمل منه ان شاء الله اكتر من حاجة، زي ستارة تحت الحوض، كفر للبوتاجاز، وكفر للكولمن اللي هو بتاع المية، وكمان ان شاء الله هعمل ستارة للمطبخ، بحيث ان يبقى كلهم حاجات شبه بعضهم. حابة اني اعمل نظام زي النظام التركي بس بأقل التكاليف، لان القماشة دي كلفتني المتر الواحد ب25 جنيه. ودلوقتي هعمل ستارة تحت الحوض، وان شاء الله الحاجات التانية في فيديوهات تانية. وهاخد الاول حاجة المقاس تحت الحوض عشان ابتدي اقص كده يا حبايبي. انا قست المقاس اللي انا هقص عليه، وعلمت كده بالشريط ده يعني مؤقتا عشان بس امشي عليه وانا بقص بحيث ما اتلخبطش. طبعا هي طبقتين، فاحنا هناخد طبقة واحدة بس بحيث ان الطبقة التانية دي نستغلها. انا هبتدي اقص معاكم اهو. بسم الله. انا مش هعرف اقص بايدي واشتغل بالموبايل، فانا همشي كده على طول وهرجع لكم تاني. كده يا حبايبي انا خلاص قصيتها كلها لحد الاخر اهو، وكمان قصيتها من فوق. بقت اهي الستارة بتاعتنا بتاعت تحت الحوض، عندي يعني مش كبيرة. وبقية القماشة من تحت سليمة على بعضها، وكمان فوت حتة من هي هنا كده، دي هنستخدمها ان شاء الله ونستغلها. وكل القماشة اللي تحت دي هنستغلها، وان شاء الله كمان هنعمل كل الحاجات اللي انا قلتلكم عليها. تمام. نيجي بقى نكمل الستارة بتاعتنا بتاعت تحت الحوض. اقول لكم انا ازاي بثبتها. انا بشوف طبعا مقاسها وقصيناها خلاص، باجي بقى من فوق كده من عند اول حتة دي، وبركب فيها يا اما السكوتش اللي هو اللي بيلزق ده، اللي بيكون في الكوتشيات والحاجات اللي الشنط ده، يا اما الكباسين اللي بتبقى زي اللي في العبايات السودا والحاجات اللي زي دي. انا كنت مجربه ده قبل كده ومش حلو قوي بصراحه، فهنجرب المره دي السكوتش، ويا رب يكون احسن. تمام. انا بقى مش هلزقها كلها في قلبيها، لا يا دوب انا هاخد بس حتت كده، مثلا حته من الاول وحته من الاخر وحته من النص وخلاص. تمام. بس انا مش هلزقها في النص، انا هحطهم 2 جنب بعض واحده بعيده عشان في دوران كده عندي في الحوض. هنكمل بقى يا حبايبي الستاره، هنلزق فيها السكوتشي اللي احنا قصيناه. تمام. انا حطيت كده هقطع 3، وهلزقها بالمسدس الشمع. انا هلزقها من العدله بتاعه القماش مش من قلبتها، بحيث ان انا لما اجي الزقها في الحوض تبقى مشدوده معايا كده. تمام. يعني انا هلزقها كده في القماش، بعد كده احط صمغ، احط قصدي شمع، واروح لازقه في قلب الحوض. هلزقها الاول كده، وبعد كده هوريكم انا بلزقها في الحوض. كده يا حبايبي خلاص احنا خلصنا الستاره بتاعه تحت الحوض. هي سهله جدا، وعلى فكره الناس اللي بتقول الشمع مش هيكون عملي، بالعكس عملي جدا وما بيتأثرش خالص بالمية، هو بيتأثر بالحرارة بس. طبعا الحوض ما فيهوش اي حرارة خالص. وطريقة تركيبها سهلة جدا. انا مش هينفع اوريكم على الستارة دي، لكن هوريكم دلوقتي على ستارة تانية عملي. شايفين يا حبايبي؟ دي الستارة اللي انا مركباها. شايفين معلقاها ازاي من تحت، حاطة الشمع ولزقها. بس دي كنت عاملاها اللي هو الكباسين اهو. وشايفين ما شاء الله عملية جدا، لما احب اغسلها بخلعها اغسلها وارجع اركبها تاني وزي الفل. حاطة هنا 2 اهو عشان يثبتوا اكتر، عشان الحز ده. وحاطة الناحية التانية واحدة بس. شايفين جميلة جدا، ومخبية تحت الحوض. تحطي بقى يعني باسكت الزبالة، ادوات التنظيف بتاعتك، تحطي حاجتك اللي انت عاوزاها، ومبقاش باينة ولا اي حاجة، ويبقى عادي شكل لذيذ كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. مع السلامه. استنوا باقي الفيديوهات اللي هنزلها.